السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير هانيين؟ تنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال يا ربي. اليوم البنات غنشارك معكم واحد الفيديو تحفيز يا اختي في هذا البرد. بغيتك تنوضي اختي تحداقي وتشقاي تتي بحالي كما انا كان فيه شويه ديال العجز. قلت غنوض نحيد عليا الشقه. هنايا البنات راه بديت بالتخمال ديال الصاله، حيت الغبره وداك الشيء وسستها وشطبتها مزيان. ملي غنسالي البنات راه غنصايب معكم واحد الكاليط راه تيجي زوين والمقادير ديالو مضبوطين. الا صايبتيه من اول مره واخا تكوني عمرك صايبتيه تينجح معاك. هنايا البنات كما قلت لكم، ملي خملت انا خرج الشطيبه هنايا ملي غنسالي الشطيبه وداك الشيء راني غنجفف اختي القنات ونحيد عليا العجز النيت. صافي البنات، وغنمشي كما قلت لكم غنصايب الكاليط ونصايب الغدا ونجمع الروينه ديالي. وبقاو مع الفيديو من الاول حتى الاخر ما تمشيو فين. واللي شافت هذا الفيديو البنات تخلي لي شي اشتراك في القناه وجيم وكومونتير، راكم عارفين البنات باش تحفزوني نبقى نحط فيديوهات. راه داك الكومونتيرات الزوينين البنات راه تيشجعوا. ها نتوما بقاو مع الفيديو. هنايا البنات غنبدا معكم ان شاء الله في الكاليط. درت جوج بيضات كبار، زدت عليهم كاس ديال السنيده، ساشي ديال الزهر تتنسمو تجي زوينه البنات، تجينا احسن من ندير فاني. غنزيد كاس لاروب ديال الزيت، معلقه كبيره ديال العسل، وحشويه ديال الملح، قبيصه ديال الملح البنات راه نسيت ما درتهاش هنايا. صافي تنبقى نطرف فيه مزيان مزيان وتندير جوج خمارات وتندير الدقيق حسب الخليطه البنات. تشوفوا العجينه بدات باقا تتلصق لكم في يديكم، ماشي تكون هذيك العجينه ديالو قاصحه، هي خاصها تكون مرخوفه شويه باش يجي رطب من الداخل ماشي يجيش قاصح. صافي البنات بقيت تنخدم فيه بحال هكا، خدمته بالطراب الساعه ما خدمش ليا الصراحه. في الاخر خدمت بيديا باش عرفت القوام ديالو وعرفت كيفاش نتحكم فيه، حيت هذاك الطراب ما غيخدمش ليه مع الدقيق وداك الشيء ما تصيبيش كيفاش طربيه. صافي هنايا البنات دخلت ليه هذاك الدقيق مزيان باش تعرفوه راه صافي دار معاكم. تتجمع لكم العجينه وتتبقى تلصق لكم في يديكم شويه. هنايا البنات ملي غنجمعو كله راه غنجيب اللاطه وغتشوفوا الشكل ديالو راه تنديرو على شكل دوائر صغار وتنبسطو بايديا من الفوق. شفتوا دابا العجينه كيفاش تبقى تلصق في اليدين. هنايا البنات غسلت يديا باش ما تبقاش تلصق ليا عاد باش جيت بديت تنخدم فيه. صافي تنكور وتنبسط بيديا باش ما تيجيش منفوخ بزاف. صافي تنستمر على هاد الطريقه. ملي تنسالي تندهنو بالصفر ديال البيض، تندير معاه نيس كافي صافي وتنخلطو مزيان وتندهن بيها البنات. هذا هو الشكل ديال الكاليطه البنات بعد ما دهنته بالبيض وشرطته على داك الشكل بالفورشيط. دخلته الفران ملي طاب البنات رجع على هذا الشكل راه تيجي زوين. هذا هو اللي بسطت البنات بايدي من الفوق. وغتشوفوا الشكل الاخر حيت انا درت جوج ديال المقادير اللي عطيتكم خلطتهم وعاد درت مقادير اخرين باش يعطيوني كميه كبيره تنخليها في الثلاجه بحال هكا للوليدات. هنايا هذا درت ليه العسل، دهنته بشويه ديال العسل ودرت ليه شويه ديال اللوز مهرمش، والاخر خليته عادي ما درت فيها البنات حتى حاجه. هو اللي قلت لك ما بسطتش بايدي، خليته بحال هكاك جا شويه منفوخ حتى هو تيجي زوين. ها نتوما شوفوا البنات كي جا. تنتمنى البنات يعجبكم.
وتجربوه، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله يا ربي.